صباح رباح، منوعدكم الصباحية من الاثنين للجمعة من 6:30 لل10. صباحكم ورد وفل وياسمين، ان شاء الله نهاركم زين واسعد الايام. مشاركة سيدي بوزيد في البطولة الوطنية للمطالعة في نهائياتها كانت مثمرة الحقيقة، والحمد لله كان فما نتائج ايجابية، وكان فما فوز بالمرتبة الثانية كان من نصيب التلميذة ميار غانمي. تفاصيل اكثر على المشاركة هذه، والحقيقة نهنيو ميار ونهنيو المكتبات العمومية الكل الموجودة في سيدي بوزيد، ونفرحوا برشا كي نحكيو على تتويج في مجال المطالعة، خاطر الحقيقة ما عندناش برشا معناتها ديما نحثوا احنا وديما نحفزوا الصغيرات انه يكون للمطالعة نصيب كبير في حياتهم، وباهي برشا انه كي نسمعوا فما تتويجات في المطالعه. تفاصيل اكثر تكون مع سامي ابراهيمي مدير المكتبه الجهويه، وزاده باش ترافقوا في المداخله هذه ميار غانمي. اهلا بك سامي، صباح الورد. صباح النور، صباح الفل. مرحبا مدام منال. مرحبا بك. صباح لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. مازلتوا ما رجعتوش لسيدي بوزيد اليوم ان شاء الله؟ ما زلنا ان شاء الله شويه باش نخرج ان شاء الله من الحمامات في سيدي بوزيد ان شاء الله. طريق السلامه يا سيدي. دونك سيدي بوزيد نشاركوا في نهائيات البطوله الوطنيه للمطالعه. ساعه قبل ما نمشيو نحكيو على فوز معناتها وعلى الجوائز اللي معناتها كانت للولايه. المشاركة قديش عنا من تلميذ شارك فيها النهائيات هذه؟ الجروب اللي مشى من هنا من سيدي بوزيد حكينا شوية، وبعد نحكيو على الأجواء متاع المسابقة كيفاش كانت. البطولة الوطنية للمطالعة هي بطولة تظاهرة وطنية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، انطلقت في 25 ديسمبر 2024 وتواصلت حتى يكشي النهائي اللي هو 2 نوفمبر 2025. يترشحوا للنهائيات كل ولايه ترشح على 60 مشترك مقسمين على 6 فئات عمريه. بالطبيعه احنا سيدي بوزيد مشينا ب 60 مشارك على 6 فئات. الفئات هذوما يمروا بمراحل نتاع 3 اختبارات محليه واختبار جهوي، ونعمل لهم اختبار تجريبي. بعد التصفيات هذه يمروا للتصفيات النهائيه اللي تشارك فيها 24 ولايه. اوكي، دونك هذايا احنا نحكيو على النتائج اللي افرزتها التصفيات النهائيه اللي شاركت فيها 24 ولايه. 24 ولايه، نعم. نصيب سيدي بوزيد من المشاركه هذه شنو كان بالضبط؟ ان شاء الله توجت لنا الحمد لله التلميذه ميار غانمي بالمرتبه الثانيه على الدفتر البرتقالي في التصفيات النهائيه. هي ثاني عام تشارك معنا. العام اللي فات ما حال فيهاش الحظ، لكن السنه قالت لا لازمني انا ناخذ الجائزه، وحطت في قلبها والحمد لله توجت بالمرتبه الثانيه. وهذا مش غريب عليها. ميار غانمي هي بنت الدكتور محمود غانمي الكاتب والشاعر والمثقف، معناها غنية على التعريف في سيدي بوزيد. ما شاء الله هي بنية صغيرة مثقفة تحب المطالعة، متميزة في دراستها. توجد بالمرتبة الثانية. مبروك عليها ومبروك على المطالعة، مبروك على سيدي بوزيد. اي مبروك عليهم، واكيد نحييهم من خلالك سي سامي، ومبروك على ميار وعلى كل من شارك الحقيقه زاد في النهائيات المسابقه هذه، خاطر والدليل انك انت قلت هي عملوا شاركت ما حالفهاش الحظ، لكن شادت تصحيح وعملته تحدي. نعم. معناتها والسنه كان عندها نصيب من الجائزه. تفضل. وعلى فكره مدام في سيدي بوزيد كانت عندها تكريم زوج تكريمات اخرى بالامس. كرمت سيدي بوزيد على اساس اكثر ولايه عندها كتب مطالعه 4700 كتاب. كان تكريم. وكذلك ثم تكريم التلميذه جوري ذويبي كاصغر مشاركه في البطوله، عمرها 6 سنوات مشاركه في البطوله. وجوري تقريبا قاريه قداش من كتاب؟ جوري شاركت في وقت دخلت في البطوله عمرها اقل من 6 سنوات. ما شاء الله. قاريه حوالي 52 كتاب. ما شاء الله. وهي تم تتويجها تم تكريمها على اساس انها اصغر مشاركه في البطوله على مستوى الجمهوريه. مبروك عليها جوري اكيد، والحقيقه تحيه للاولياء اللي يحرصوا انهم صغيراتهم يطالعوا، وحتى وكان معناتها المشاركه ما تكونش اثمرت على نتائج معناتها كبيره، ولكن العبره بالمشاركه. راهو هنا نشوفوا. نعم. معناتها من عام لعام تنجم المستوى يتحسن، وينجم من بعديك يكون عنده جوائز قايمه، وهذه في الاخر هي الهدف هو تحفيزي بالاساس سامي، هكا ولا؟ اكيد هو الهدف الاساسي هو تشجيع
تشجيع التلامذه وغير التلامذه، لان البطوله مفتوحه من 6 سنوات الى ما لا نهايه، معناها ثم مشاركين اعمارهم فوق من 70 سنه. هي لا لشيء اللي هي للترغيب في المطالعه وتقريب الكتاب بين القارئ. تعمل المسابقه هذه تعملت لا شيء باش نرغبوا الناس انهم يطالعوا، لانه نعرفوا التلميذ صحيح الدراسه مهمه، لكن طبعا المطالعين والدليل انهم للناس اللي تطالع برشا يكونوا متميزين في دراستهم وحتى في حياتهم الاجتماعيه. راه طبعا انه الانسان يكون مخه متفتح ومطلع على برشا ثقافات، يكون انسان ناجح في خدمته، في عمله، في اجتماعيا يكون ناجح. طبعا اكيد. بالنسبه للمعيار سي سامي، نعم. انا فئه هي مشاركه معناتها؟ هي الفئه العمريه من 13 ل 15 سنه. من 13 ل 15 سنه هكا؟ 15 سنه. باهي اوكي. بحذاك معيار غانمي نحكيو معاه شويه. موجود. اي تعدي هنا. باهي تفضل. الو صباح النور معيار. صباح الخير. مبروك عليك الجائزه. بارك فيك يا عيش. دونك قداش عمرك انت معيار؟ عمري 15 سنه. 15 سنه. دونك تقرا بروميير دوزيام هكا؟ لا نقرا دوزيام. خاطر دخلت نقرا 5 سنين. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. باهي، ما هيش مشاركتك الاولى هذه يا معيار في البطوله الوطنيه للمطالعه اكيد هكا؟ قداش عندك من عام تشارك؟ المشاركه الثانيه هذه هكا؟ باهي، عم ناول ما احرزتش جائزه السنه كان عندك؟ تفضل. عم ناول كنت التجربة الأولى اللي اكتشفت فيها هذه البطولة ورغبتني في إني أشارك فيها مرة ثانية. باهي. دونك أنت من انطلاق البطولة في ديسمبر حتى تقريبا قداش قريت من كتاب؟ قريت أكثر من 40 كتاب. أكثر من 40 كتاب. وأنت أكيد معناتها المشاركة هذه ولا إقبالك على الكتب هو كان بتشجيع من شكون في العائلة، ولا أنت الموهبة موجودة تحب المطالعة تحب تقرأ؟ وتشجيع عائلتي أول شيء، وتشجيع محيطي كامل، يعني من المكتبة إلى المدرسة. جميع العناصر في محيطي كانوا يشجعوني على إني نطالع. الوالد كان من أكبر العناصر اللي ولا من أكثرها المشجعة، خاطر ما شاء الله نحكيو على معناتها الشاعر اللي غني على التعريف كما قال سي سامي سي محمود غانمي. دونك كان عنده معناتها جانب كبير في إنه يحفزك وفي إنك أنت تكون مقبلة على المطالعة، خاطر معناتها تقريبا الجو ملائم معناها في العائلة إنك أنت تكون محبة للمطالعة هكا. هو أول شخص شجعني على إني أطالع كنت صغيرة، وزاد هو اللي شجعني إني أشارك في البطولة الوطنية للمطالعة. تول الناس اللي تسمع فينا معيار الأصغر منك اللي في عمرك، المطالعة يا أخي تاخذنا برشا وقت في حياتنا ولا من قرايتنا، ولا نجموا نوازنوا معناتها؟ أنت تقريبا كيفاش تعمل في حياتك معناتها اليومية؟ تطالع يوميا ولا مخصصة وقت ولا كيفاش عاملة بالضبط؟ المطالعة بالعكس مش حاجة تزاحملنا يعني أنشطتنا الأخرى في الجدول متاع أوقاتنا ولا حاجة، هي بالعكس تساعدنا أن نتعلموا كيفاش نقسموا وقتنا وكيفاش نكونوا منظمين في حياتنا الكل. زيدا تعاوننا أن نكونوا منظمين في قرايتنا، وتساعدنا على النجاح في أي حاجة أخرى. وهذا يعاونك في قرايتك معناتها خليك تكون متميزة أنك تطالع بالتوازي مع قرايتك؟ بالطبيعة هي نقطتين يعني في المطالعة، تساعدنا أن نقسم وقتنا كما قلت، تساعدنا أن نكونوا منظمين، ما نأجلوش عمل اليوم للغد، من يعني نكونوا ديما في استعداد أن نقدموا معنا، أن نبذلوا جهدنا، وتساعدنا على الالتزام، لأنه الإنسان إذا كان يلتزم بقراءة كتاب وينهي للآخر يعني يلتزم بأي حاجة في حياته. وزيدا تساعد أنه نصروا زادنا المعرفي ونكونوا يعني نوسعوا ثقافتنا، وهذا بالطبيعة باش يساهم بطريقة أو بأخرى في أن نتميزوا في قرايتنا وننجحوا فيها إن شاء الله. وي جميل جدا كلامك محلاه معيار، وفعلا هذه من بين الحاجات الميزات اللي المطالعة تغرسهم في شخصيتنا. نرجع للبطولة الوطنية للمطالعة معيار، أنت ماشية بعزيمة معناتها أني باش نفوز حتى في مخك أنك إن شاء الله يكون عندك نصيب من الجوائز اللي تقدم في البطولة هذه؟
اي نعم، هي مسؤولية، لأنها مسؤولية. الإنسان في هذه البطولة مش وعد يقطع لنفسه فقط، لكن لعائلته بجهته كاملة. هو تتويج مش الفرد ولا إنسان واحد، هو تتويج الجهة كاملة، الولاية كاملة طبعا. وكان لي الشرف إني نتوج ولايتي وإني نرفع لها راسها بالولايات الأخرى. وإن شاء الله ديما هكا، إن شاء الله في مناسبات أخرى نجيبوا مرتبة بخير، وديما نشرفوا ولايتي ويزيدوا ونشرفوها. اكيد طبعا، ان شاء الله ديما متفوقه، وان شاء الله ديما مشرفه عائلتك وولايتك بصفه عامه. فقط ما نطولش عليك اكثر، سؤال اخير قبل ما نختم معك. الشعور، وهل كنت انت متوقعه الجائزه الثانيه ولا كانت مفاجاه الحكايه، ولا كنت متوقعه معناتها هذيك، وكيفاش عشت هاللحظه نتاع التتويج؟ كنت متوقعتها نوعا ما، لأني خدمت عليه، انهيت اجتياز الاختبار. يعني قيمت أدائي وعرفت النقائص اللي عندي، عرفت أنه في هذه المنطقة، يعني في الجائزة الثانية حالفني الحظ الجائزة الأولى. علاش الدورة الجاية إن شاء الله بإذن الله يكون عندك النصيب من الجائزة الأولى. الشعور وأنت تتوج، وخاصة أنت قلت لي راني مسؤولية معناها حملتها، مش مسؤولية روحي وعائلتي كهو، مسؤولية جهة كاملة. يعني هو عبء نزاح على كاهلي، لأنه مسؤولية عام كامل، مجهود عام كامل، ومجهود مش مجهودي الخاص فقط، لكن مجهود طاقم كامل. من أول إنسان يعطيك الدفتر لآخر إنسان يقدم لك الكأس. هما الناس كلهم سهروا على إنجاح هذه التظاهرة. ناس حاطين أملهم فينا نحن كمترشحين، وكانوا يؤمنوا فينا، لأنه يعني هذا تتويج لمنطقتي كاملة. وكان شرف لي أني أديت هذه الأمانة التي رددتها إلى جهتي، ونهدي هذا الإنجاز لولاية سيدي بوزيد. شكرا ليك ميار، مبروك مرة أخرى ليك لعائلتك الجهة بوزيد كل. بالحق حاجة باهية برشا، وراي التتويجات كيف من هكا، وخاصة أنا نقول الحقيقة عندها نكهة خاصة كي تكون متعلقة بالمطالعة. هكا أنا رأيي الشخصي الحقيقة، خاطر الإنسان يحب المطالعة باش ينجم يوصل بها للأهداف وكل، مش كان بطولة فقط. هذا هو. مبروك عليك مرة أخرى، إن شاء الله في دورات أخرى دائما تكون متوجة ميار. نرجعوا مع سي سامي يعديهولنا قبل ما نختموا معكم زون. عايشك سيدة منال. شكرا سي سامي على المداخله. بالحق نحب نقول لكم يعطيكم الصحه الكل، على كل من كان ساهر على انجاح البطوله هذه على مستوى، نحكي على المستوى الجهوي ساعه، خاطر راي الخدمه كبيره صارت على مستوى الجهوي قبل ما نمشيو نشاركوا في النهائيات على المستوى الوطني. فقط سي سامي للصغيرات ولا الاولياء اللي يسمعوا فينا، ظهر لي فقط عزيمه واصرار، معناتها نجموا نكونوا في المستويات هذه، هكا ولا؟ اكيد جدا. هي البطوله دوم لها 10 اشهر، وعلى فكره في سيدي بوزيد عندنا لجنه علميه والله من احسن اللجان، فيها دكاتره وكتاب اللي هم اللي يقيموا مستوى التلامذه. عندنا مشاركين، احنا عندنا زميله مشاركه ولادها 3 مترشحين للنهائي مثلا. ما شاء الله. ما شاء الله. 3 اخوه مترشحين للتصفيات النهائيه. كما البنيه جوري عمرها 6 سنوات انا مشاركه في البطوله. معناها هذا ما يكون الا تحفيز انه الناس والاولياء والصغيرات ينخرطوا في المطالعه والبطوله الوطنيه او التظاهرات الاخرى. وراهي بالعكس كما تفضلت التلميذه ميار، راهي ما تعطلش على الدراسه او ولا على التيود، ولا لا بالعكس، راهي هي تعاون تفتح لك افاق انك تكون انت متميز بتفريق زادك اللغوي. طبعا. وهذه دعوه البطوله الوطنيه، هذه الدوره الرابعه، هذه دعوه ان الدوره الخامسه تشاركوا باكثر عدد ممكن، لما لا، ونجيبوا جوائز اخرى او اكثر من جائزه، جائزتين وثلاثه واربعه، لما لا. ان شاء الله ان شاء الله هذه دعوه للناس ان شاء الله على قريب تنطلق الدوره الخامسه، تكون المشاركه باعداد اكبر، ونحكيوا ان شاء الله في نهايه البطوله على جوائز اكثر ان شاء الله تخص الولايه. يعطيكم الصحه سي سامي، شكرا على حضوركم وطريق السلامه ان شاء الله. شكرا يعيشك مدام. شكرا نهارك زين، في الامان. سلامة. دونك هذايا نحكينا على تتويج ميار غانمي اللي فازت بالمرتبه الثانيه في البطوله الوطنية للمطالعة. بالحق حاجة باهية ويلزمنا نحكيو عليها، خاطر تتويجات راهي في حاجات كيف من هكايا مهمة برشا، ويليت صغيراتنا الكل يرجعوا للمطالعة ويكونوا مغرومين، وإحنا دورنا إن نغرموهم. مواصلين معكم الصبحية، فاصل ونرجع لكم. مبروك
مبروك يا حياة قلبي مبروك.